السلام عليكم، أهلا بيكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. هنستعرض في الفيديو النهاردة أسعار الرز الشعير وسعر الرز الأبيض وأسعار مخلفات الرز، ومعانا أسعار الذرة المستورد والذرة المحلي وأسعار فول الصويا المستورد وفول الصويا المحلي وسعر الفول البلدي والفول السوداني وأسعار القطن برا المنظومة. ومعانا كمان حاجة مميزة عن أسعار التوابل والعطارة، ده بناء على طلب حضراتكم. أسعار الرز الشعير العريض والصال للمضرب 17,000 جنيه للطن، وسعر الرز الشعير الرفيع والصال للمضرب 16,000 جنيه للطن. أسعار التنفيذ على أرضه بتقل 200 جنيه، وبتختلف الأسعار من مكان للتاني ومن تاجر لآخر على حسب جودة البضاعة وطريقة السداد والنولون وتكلفة التحميل والتعتيق والنقل. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض العريض من أرض المضرب، البضائع العالية مخدومة كويس من المضرب، زيت وبخار وسورتكس وكسر من 8 ل10%، 26,000 جنيه. والرز الأبيض الرفيع من أرض المضرب بضاعة أعلى جودة، زيت وبخار وسورتكس وكسر من 8 ل10%، مخدوم كويس من المضرب، شكارة كمبيوتر، 24,000 جنيه. وأسعار الرز الأبيض بتتوقف على أسعار ومشتريات الرز الشعير وجودة البضاعة ونسبة الكسر وأسعار مخلفات الرز. وأسعار الرز الأبيض كسر من 3 ل5% بتزيد من 200 ل300 جنيه في الطن، وبتبقى طلبيات خاصة. أسعار مخلفات الرز السرس المطحون 1600 جنيه للطن، سعر الكونة 10,800 جنيه للطن، كسر الرز الناعم 12,800 جنيه للطن. أما عن أسعار القطن خارج المنظومة، الأسعار لدى التجار وتقريبا التنفيذ قليل جدا فيها. سعر الإنطار 157 كيلو ونص من 9000 جنيه ل9500 جنيه، قطن جيزة 94. بالنسبة لأسعار الذرة المستورد الأصفر البرازيلي 12,000 جنيه للطن صب أرض المينا، وسعر الذرة المستورد الأصفر الأرجنتيني 12,000 جنيه للطن صب أرض المينا. والذرة المستورد الأصفر الأوكراني والصربي والأمريكي والبلغاري والروماني 11,500 جنيه للطن صب أرض المينا. الذرة المحلي الأصفر تنفيذ لدى التجار اليوم من 11,200 جنيه ل11,500 جنيه للطن. والذرة المحلي الأبيض تنفيذ لدى التجار اليوم من 10,500 جنيه ل10,700 جنيه للطن. سعر فول الصويا 44% بروتين 25,200 جنيه للطن صب أرض المينا. وفول الصويا 46% بروتين مستورد ومحلي 26,200 جنيه للطن. بالنسبة لأسعار الفول البلدي بيتراوح سعر الإرداب من 3,800 جنيه ل4,000 جنيه، الإرداب ب155 كيلو خام، ومتوسط سعر الطن من 25,500 ل26,000 جنيه. أما عن أسعار الفول البلدي المفروش سورتكس وشكاير متعبية 25 كيلو، بيتراوح سعر الطن من 30,000 جنيه ل31,000 جنيه. والفول الصحيح الأسترالي بيتراوح سعر الطن من 27,000 ل28,000. والفول الصحيح الإنجليزي بيتراوح سعر الطن من 26,000 ل27,000 جنيه. والفول المجروش الأسترالي بيتراوح سعر الطن من 30,000 جنيه ل31,000 جنيه. والفول المجروش الليتواني بيتراوح سعر الطن من 26,000 جنيه ل27,000 جنيه. أما عن أسعار العدس بجبة العريض بيتراوح سعر الطن من 40,000 جنيه ل41,000 جنيه. والعدس بجبة الرفيع بيتراوح سعر الطن من 38,000 ل39,000 جنيه. والعدس المجروش الأصفر بيتراوح سعر الطن من 43,000 جنيه ل44,000 جنيه. أما عن أسعار الترمس الحلو الأسترالي بيتراوح سعر الطن من 27,000 جنيه ل28,000 جنيه. والذرة الفشار الأرجنتيني بيتراوح سعر الطن من 33,000 جنيه ل34,000 جنيه. وكسر الفول الخشن من 25,000 جنيه ل26,000 جنيه. والبلكم الأوكراني الأبيض بيتراوح سعر الطن من 43,000 ل44,000 جنيه. والبلكم البلدي البضايع العالية بيتراوح سعر الطن من 33,000 ل34,000 جنيه. والبلكم البلدي الدرجة التانية بيتراوح سعر الطن من 31,000 جنيه ل32,000 جنيه. سعر الدنيبة أعلى بضاعة في السوق 15,000 جنيه، والدنيبة الدرجة التانية 13,000 جنيه.
الدخن الهندي بيتراوح سعر الطن من 58,000 ل59,000 جنيه. والذرة العويجة الكبيرة متعبية 60 كيلو بيتراوح سعر الطن من 19,000 ل19,500. والذرة العويجة الوسط متعبي 67 كيلو بيتراوح سعر الطن من 14,500 ل15,000 جنيه. والذرة العويجة الحورس بيتراوح سعر الطن من 12,500 ل13,500. معبأ 67 كيلو. بالنسبة لسعر البذر الكتان 43,000 جنيه، والكرتم البلدي 33,000 جنيه. فول الحمام بيتراوح سعر الطن من 24,000 ل25,000 جنيه للطن. أما عن أسعار أصناف العطارة كاملة أقل سعر بأعلى معايير جودة: الفلفل البرازيلي 252 جنيه للكيلو، فلفل مدغشقر 245 جنيه للكيلو، الكمون السوري 265 جنيه للكيلو، الكمون البلدي المغربل 215 جنيه للكيلو، الكمون البلدي الخام 185 جنيه، الكزبرة الروسي 35 جنيه، الكزبرة الهندي 50 جنيه، اليانسون المغربل 95 جنيه للكيلو، جوزة الطيب الأندونيسي 500 جنيه للكيلو، الحبهان الوسط الأخضر 780 جنيه للكيلو، الكربونات التركي 21 جنيه للكيلو، ملح الليمون 52 جنيه، الكاكاو الأندونيسي 90 جنيه للكيلو، الروزماري التونسي 50 جنيه للكيلو، حبة البركة السوري 112 جنيه للكيلو، الكراوية المغربي بدون شنب 82 جنيه، الشمر المغربل 52 جنيه، الكركريه اللوز الأسواني 180 جنيه، البصل والثوم 20 جنيه، بذر الكتان 35 جنيه، زر ورد 115، ملح ليمون 52، الشعير 20 جنيه، المرمرية 70 جنيه، المستكة الصيني 200 جنيه، الحنة الأسواني 45 جنيه، القرفة العيدان الصيني 130 جنيه، قرفة كسر صيني 115 جنيه، الزعتر البلدي 50 جنيه، الجنزبيل النيجيري 190 جنيه، الجنزبيل الصيني 210 جنيه، الشوفان حبة كاملة 38 جنيه، لورا مقرطف 100 جنيه، شب حصى 35 جنيه، بابريكا صيني 105 جنيه، كركم أثيوبي حصى 108 جنيه، قرفة سيجار صيني درجة أولى 220 جنيه. وده كان كل اللي في الفيديو النهاردة. عرضنا لحضراتكم أسعار الرز الشعير وأسعار الرز الأبيض وأسعار مخلفات الرز وأسعار القطن بره المنظومة وأسعار الذرة المحلي والمستورد، أسعار البقوليات والحبوب وأسعار العطارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.